رحلة إلى السماء. جد موسى في حضن المسيح. في قرية هادية بين الجبال عاش راجل كبير اسمه موسى، محبوب جدا من الجميع، وقلوب الناس كلها كانت مليانة محبة واحترام ليه. موسى كان بيحب يهزر كتير وحكيم، ودايما ينشر الفرح في كل مكان يروح له. كل صباح كان بيصحى الأطفال بابتسامة كبيرة ويقول: صباح الخير يا حبايبي، ربنا ادانا يوم جديد نشكره عليه كتير، والنهاردة هنتعلم حاجة جديدة مع بعض. وبالليل كان يقعد يحكي لهم قصص مسيحية تربوية جميلة عن المحبة والصدق والأمانة، وكل قصة كانت مليانة حكمة عميقة. الكل كان بيحب يسمع صوته، وضحكته كانت تملى البيت دفء وفرح. يوم من الأيام موسى حس بتعب شديد، وقال لعائلته بصوت هادي: حاسس إن حان وقتي، إن ربنا ياخدني معاه في السماء. ولما قال الكلمة دي ساعتها حصلت حاجة من السماء، حاجة محدش في العيلة كان يتوقعها. اللحظة اللي بعد كده هي أعمق جزء في القصة كلها، ولو عايز تعيشها كاملة ادخل دلوقتي على القناة والرابط في أول كومنت.